اهلا بكم في حلقه جديده. النهارده هنتكلم عن البارتيكولر. تعالوا نفتح لاير نيو سوليد ونيجي هنا نفتح افكتس، نختار سيميوليشن سي سي بارتيكولرز سيستمز. زي ما احنا شايفين هو ده اللي بيعمله البارتيكولرز، ونحرك الفريم دوت من هنا من عند بوزيشن. اوكي، ونمشي شويه 3 فريم ونعمل حركه تاني، وبعدين نمشي 5 فريم كده بالمؤشر محركين البوينت دي معانا كده. تعالوا نجرب. زي ما احنا شايفين الانيميشن بتاعنا عامل ازاي. طيب هنعمل ريست ونشيل الكي. تعالوا نشوف ممكن نعمل ايه بالبارتيكولر. ممكن هنا نعلي الريت بتاعه 100 وندوس على الكي بتاعه. زي ما احنا شايفين كده بنعلي في الكمية. طيب وهنا هنديله 0، فبدأ يتحرك من 100 ل0، بدأت الكمية تقل. ممكن هنا نغير في الشكل بتاعه برضو من هنا، خليه احمر اصفر، بنكبر المساحة بتاعته. عند واحد صحيح بيبقى اللون بتاعه الطبيعي اللي هو الاصفر دوت. بنيجي هنا بنحرك من البوزيشن ونكبر. زي ما انتم شايفين كده نقدر نكبر الشكل ده بالعرض من عند اكس، والانيميشن بتاعه زي ما هو. نقدر نصغره ونكبر بالطول، وبرضه الانيميشن زي ما هو. ودي كده من خصائص الايه البارتيكولر. تعالوا نشوف بقى بقية الخصائص بتاعته بيعمل ايه. بالنسبة للفيزيكس ممكن نكبر البارتيكولر يبقى بحجم الشاشة كلها زي ما احنا شايفين كده. ممكن ننزل البارتيكولر من تحت زي النافورة زي ما انتم شايفين. نقدر نعمل النافورة دي من هنا. تمام. نقدر نعلي هنا ونخليها تلف كده، تبقى شبه المفرقعات اللي هي النارية اللي بتحصل في أي مهرجان أو في أي ماتش أو في أي مناسبة. نقدر نغير اللون بتاعها زي ما احنا شايفين كده، تحول لما بيجي يفرقع من الأخضر لغاية ما يوصل للون الأحمر. نحول الأخضر مثلا عشان يبان كده، نخليه الأزرق، يبقى من الأخضر للأزرق. ممكن نعمله ستار، نجوم. تمام. نقدر نعمله سفير، كور صغيرة. ونقدر نجرب كل الادوات اللي معانا ديت بحيث ان احنا نعرف البارتيكولر ممكن نعمل بيه ايه. هنعمل هنا ريست ونرجع تاني ونشوف ممكن نعمل بيه ايه. هنطلع كده البوينت فوق. تمام. ونعلي الريت. ممكن يتعمل بيه مطرة غزيرة او مطر عادي، وهنشوف دلوقتي ممكن نعملها ازاي. كل دي حاجات نقدر نجرب فيها بحيث ان احنا نوصل للشكل اللي احنا عايزينه من خلاله. ممكن نقللها كده، هتبقى شكلها مطرة زي ما احنا شايفين كده، فعلا مطرة. نقدر نخلي اللاين ديت بدل ما هي لاين تبقى سفير مثلا او بابل، تلج اهوت.
كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنخليه ابيض مثلا ويبقى شكل التلج. ممكن نديله بلور كده زي ما احنا شايفين، كل واحد يجرب مع نفسه كده ممكن يعمل بيه ايه. طبعا الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام. لو قابلتك اي مشكله في الافتر افكت اكتب لنا على الوول في الجروب واحنا تحت هنحلها لك في كومنت. علشان تتابعنا اعمل سبسكرايب على اليوتيوب، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير.